كان أشهر ممثل في العالم لكنه اختفى عن الأضواء فجأة. القصة الصادمة لتوبي ماغواير بطل فيلم سبايدر مان، وحقيقة الغريبة وراء اختفائه منذ 15 عاماً. كان حلم توبي منذ الطفولة أن يصبح طاهياً محترف مثل والده، لكن والدته كان لها رأي آخر، حيث أرادت أن يصبح ممثلاً مشهوراً. لذلك قامت بإعطائه $100 لكي يوافق على حضور دروس التمثيل. وعندما أصبح عمره 14 سنة، حصل توبي على أول دور سينمائي له. عشق توبي تمثيل، وقرر إتباع حلم والدته في أن يصبح ممثلاً مشهور. لذلك قام بترك المدرسة والتركيز على التمثيل فقط. حينها أصبح له شعبية كبيرة خصوصاً لدى المخرجين، وبسبب موهبته الفريدة قرر أحد المخرجين إعطاءه دور رئيسي في أحد أشهر الأفلام. كان ذلك الفيلم هو سبايدر مان. حقق الفيلم نجاحاً كبيراً وغير متوقع، فقد وصلت إيرادات الفيلم في صالات السينما إلى $1,000,000. لذلك قررت شركة الإنتاج استغلال نجاح الفيلم وإنتاج جزء ثاني وثالث له. حينها أصبح توبي أشهر ممثل والأعلى أجراً بين الجميع، فقد كان جميع المخرجين يتنافسون من أجل توقيعه. لكن رغم كل ذلك النجاح الذي حققه، فقد بدأت المشاكل تظهر في حياته، حيث تعرض توبي إلى إصابة خطيرة على مستوى الظهر أثناء تصوير الجزء الثاني من سبايدر مان. لم يكن قادر على تصوير المشاهد الخطيرة بسبب الإصابة، بالإضافة إلى أن علاقته مع زملائه في الفيلم كانت متوترة ومليئة بالمشاكل، حيث كان توبي يغضب بسرعة وغير قادر على تحكم في أفعاله. لذلك قررت شركة الإنتاج بالبحث عن بديل له، وكان ذلك البديل هو الممثل جاك جيلنهال. لكن في لحظة الأخيرة تراجعت الشركة عن هذه الفكرة. استمر توبي في تصوير الفيلم رغم كل تلك المشاكل، وعندما نزل الفيلم 3 سبايدر مان كان عبارة عن خيبة أمل كبيرة، حيث تم تصنيفه من طرف النقاد من أسوأ أفلام عبر التاريخ. كما قال بعض أصدقائه أن سبب في عدم نجاح الفيلم هو توبي. ذلك الأمر جعل توبي يدخل في حالة حزن واكتئاب شديدة، حيث إنه بدأ في تعاطي مواد خطيرة وإدمان لعبة القمار بشكل مفرط. ففي أحد المرات خسر مبلغ مرتفعاً للغاية في لعبة القمار. ذلك الأمر أدى إلى محاكمته وتشويه صورته أمام الكل، كما أنه كان يعاني من مشاكل في تحكم في غضبه، حيث في أحد الأيام قام بشتم أحد الصحفيين وكان قريب من الاعتداء عليه، وذلك لأنهم قاموا بإغلاق الطريق أمامه من أجل تصويره خلال قيادته، بالإضافة إلى العديد من الهجمات التي يقوم بها على صحفيين لأسباب بسيطة. كنت أغضب بسرعة، لم أعرف كيف أتصرف مع الصحفيين الذين كانوا يستهزئون بي، لذلك كنت أقوم بتلك ردات الفعل، وبسبب ذلك أصبح توبي منبوذ من هوليوود وغير مرغوب. كما كان العديد من المخرجين يتجنبوه بسبب غضبه الشديد، لذلك تم وضع اسمه في قائمة السوداء لدى معظم المخرجين خلال 15 عاماً. قام توبي بتمثيل 6 أعمال فنية فقط، وبسبب ذلك كان يعيش توبي في عزلة عن الجميع. كان يمتلك صديق واحد هو صديق الطفولة ليوناردو دي كابريو، لذلك قرر ابتعاد عن التمثيل والاتجاه إلى إنتاج الأفلام، حيث قام بافتتاح شركته الخاصة من أجل إنتاج الأفلام. لاقت تلك الشركة نجاحاً كبير، حيث قامت بإنتاج عدة أفلام ناجحة. وبالنسبة لتوبي فقد كان لا يشعر بالحزن لأنه ابتعد عن التمثيل، لأنه كان يتمنى أن يستطيع تمتع بخصوصيته أكثر مما سبق، وهذا ما حققه، بالإضافة إلى أنه يقوم الآن بتركيز على عائلته وتربية أطفاله.